من 3 ايام كده بالظبط حصلت حادثه كده في مصر. ايه اللي حصل؟ بعد صلاه العيد على طول كان في ناس موجوده في الدور السابع بداوا يرموا ازايز ميه واكياس ميه وحاجات كده ملهاش اي لازمه خالص على المصلين بعد ما خلصوا الصلاه. انا بصراحه لما بيحصل حادثه بالشكل ده بحب اشوف ردود فعل الناس، فاللي استغربته لقيت ان ردود اكتر فعل الناس مش عارف الجمله اللي انا قلتها دي موجوده فين بقى. يقول لك لا الناس دول مش مصريين، دول سوريين. ناس تدافع عنهم تقول لك اصل الناس اللي كانوا تحت كانوا بيتنططوا على العربيات فكانوا هم بيبعدوهم عن العربيات. طب هي النقطه الاولى لو هو كان سوري، لو هو كان مصري اسف، كانت هتبقى مقبوله منه يعني؟ اللي هو انعدام تربيه سواء كانت جنسيته ايه، ما هو في الاول وفي الاخر بني ادم ايا كانت جنسيته ايه ده منعدم التربيه. وغير كده عايز اقول لك ان السوري اللي موجود في مصر ده هتلاقيه موجود في مصر في اكتر من 15 سنه، فبالتالي ان انت المفروض تتهم المجتمع بقى. النقطه الثانيه بقى اللي بيدافعوا عن نفسهم ويقول لك ان هم كانوا مش عارف بيتنططوا على عربيات تحت والحاجات دي كلها، ممكن حضرتك بمنتهى البساطه تنزل تقول لهم وسعوا اعملوا اي منظر وخلاص، ما توصلش للمرحله اللي انت عملتها دي. انا ما اعرفش انتوا مع انه طرف او انتوا ماشيين مع انه طرف، بس انا حبيت اقول النقطتين دول. وفي النهايه بصراحه للامانه انا حابب اشكر الشرطه المصريه اللي هي بتتدخل في ثانيه. يعني انا ما بلحقش اقرا عن حادثه معينه الا بعديها على طول الاقي الشرطه المصريه منزله ان هم اتمسكوا. كل سنه وانتم طيبين وبعيدين كده عن الامراض اللي بتحصل للبني ادمين دول. والله مش لازم تكون امراض عضويه، في ناس بيبقى عندها امراض بشكل تاني زي اللي احنا شفناهم دول.